ازيكم عاملين ايه؟ النهارده انا متحمسه معاكم قوي. مثل النهارده جت الحزينه تفرح ما لقت لهاش مطرح. كتير قوي بنقول المثل ده، فكرتوا فيه؟ يلا بينا نحكي. في ناس مهما حاولت تفرح الدنيا تقول لهم استنوا شويه. كل ما ييجوا يقربوا من الفرحه تحصل حاجه، مكالمه مش متوقعه، ظرف غريب، أو حتى إحساس داخلي بالذنب، وكأن في حاجة جواهم بتقول لهم الفرح مش ليك. ومن هنا طلع المثل اللي بنسمعه كتير، جت الحزينة تفرح ما لقت لهاش مطرح. أصل المثل والحكاية، المثل ده مش بس شعبي، ده وجع مشترك بين الناس، بيحكي عن شخصية خيالية اسمها الحزينة، واحدة طول عمرها حزينة مهمشة منسية، وأول ما جه وقت فرحها الدنيا كلها قالت لها مفيش مكان، كله مليان. والمثل ده بيتقال على الشخص اللي لما بيجيله حاجة حلوة يحصل له ظرف يمنعه من الاستمتاع بيها، والناس تقولها كده بهزار، بس من جوه بتنهار. الناس اللي بتتعود على الحزن، أوقات المشكلة مش في الظروف، المشكلة إن في ناس اتعودت تعيش حزينة، لما تجيلهم لحظة فرح بيخافوا، لما الدنيا تضحك يحسوا إن في حاجة غلط، لما الناس تحتفل بيهم يحسوا إنهم ما يستاهلوش. ده اسمه في علم النفس سيلف سابوتاج، تخريب النفس لنفسها. بيحصل لما البني آدم يحس إن السعادة غريبة، مش شبهه، مش ليه. أمثلة من الواقع، يلا بينا. بنت اتخطبت بس طول الخطوبة كانت بتستنى المصيبة، بتدور على حاجة تعكر لأنها اتعودت على الحزن فخافت من الفرح. أو شاب جات له فرصة سفر محترمة بس بدأ يرفض، يتردد ويخلق مشاكل. ليه؟ لأنه طول عمره ما شافش حد من عيلته مسافر، فبدأ يحس إن الفرح ده مش من حقه. واحدة نجحت واتكرمت، تخيلوا رجعت تعيط مش من الفرحة لكن من إحساس داخلي إنها مش كفاية، ولو فرحت هتعاقب. إيه رأيكم لو ناخد تحليل نفسي؟ ليه بنرفض الفرح؟ اللي عاش في حزن طويل مخه بيخزن ده كوضع طبيعي، فأول ما بيجي الفرح يحس إنه في خطر، في حاجة غريبة، وده بيخليه إما يبوظ الحاجة بنفسه أو يهرب منها أو يقعد مستني المصيبة اللي بعدها. وده معناه إن المثل ده مش دايماً عن القدر، أوقات بيكون عن البرمجة اللي جوانا. رسالة حلقتنا النهاردة بتقول لكم مش كل ما الحزينة تيجي تفرح لازم تلاقي الدنيا قافلة، أوقات هي بس محتاجة تفتح الباب وتقول لنفسها أنا استاهل أفرح، أنا ما اتولدتش عشان أعيش حزينة على طول. الماضي ما بيمشيش من أول خطوة، بس الفرح كمان مش بيجي لو ما ندهتش عليه. افتح مطرح للفرحة، وسع لها، اديها فرصة وشوفها هتعمل فيك إيه. في ختام حلقتنا، المرة الجاية لما الحزينة تيجي تفرح خليها تلاقي مطرح جواك. استنوني في الحلقة الجاية ومثل من الأمثال اللي كلها حكمة ووجع. ضحك كلبك. ليه بنضحك وإحنا من جوه مش طايقين؟ وليه في ناس بتغطي كل جرح بابتسامة كبيرة؟ كنت معاكم نانا جمال، وده بودكاست حكاية مثل. ما تنسوش تتابعوني على فيسبوك ربع ساعة عقل مع نانا جمال، أو انستجرام mind 1515. ولو بتحب تسمع الحلقة على يوتيوب تابعني على حروف مسموعة. سلام مؤقت.